العاده السريه ملهاش اي اضرار على البناء العضلي، والكلام ده سمعناه من اغلب الفتنس انفلونسر. فتعال اقول لكم الكلام ده صح ولا غلط. وقبل ما تقول اننا بنروج للعاده السريه فتعالى هشرح لك علميا، وبما ان العلم اساس اللعبه دي فانت والله فايتك كتير لو مش عامل لي فولو. مبدئيا يا صديقي، احصائيات العاده السريه بيمارسها 95% من الرجاله و89% من البنات، وده رقم مش قليل. فلو انت بتعمل العاده دي فركز معايا، لان هقول لك اصح الخطوات اللي تبعدك عنها. اول خطوه وهي انك ما تقعدش لوحدك وحاول تشغل نفسك في حاجه مفيده. تاني خطوه حاول تعمل انفولو لاي حاجه مثيره على السوشيال ميديا. اشغل نفسك في ممارسه الرياضه، ودي هتاخد وقت كبير مفيد من يومك. اهم نقطه هتبعدك اتاكد انها حرام وتقرب من ربنا. نرجع لنقطتنا الرئيسيه، هي بتاثر على البناء العضلي ولا لا؟ معظم الناس قالوا لا، لكني بقولها لك صريحه، هي بتاثر بشكل غير مباشر على عضلاتك وجسمك، انها بتاثر على نومك وبتزود فرص الاصابه بالاكتئاب، فبالتالي بتاثر على نفسيتك، وبالتالي طبعا هتاثر على عضلاتك وجسمك. ولو عايزنا نساعدك وبالتعاون مع طاقم اطباء كامل، اكتب لي في الكومنتس كلمه اونلاين كوتشنج، او ادخل عندنا على الويب سايت واستغل كل العروض والخصومات اللي على باكجات الاونلاين كوتشنج.